بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اهلا ومرحبا بكم ان شاء الله. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نستخدم قشر السوداني واي مسليات عندنا كسماد للنباتات بتاعتنا، وكمان هنستخدمها لحفظ الرطوبة بتاعت التربة بتاعتنا. الموضوع ده ينفع للنباتات في القصيص، وكمان ينفع لل... للنباتات اللي في الارض، لانه اول حاجة لو حطيناه على التربة هيحافظ على رطوبة التربة تحتها، وخصوصا لو درجات الحرارة شديدة ومرتفعة. تاني حاجة، الحاجة دي بعد ما بتدوب في الأرض، يعني مع التربة والمية، بتبوش وبتشتغل كسماد عضوي للنباتات بتاعتنا. تعالوا ازاي نوريكم ازاي هنقدر نستخدمها. اللي قدامنا دي الطماطم اهي، ما شاء الله كنا زرعناها مع بعض من البذور. بنيجي كده لو عندنا كمية كبيرة وبنحطها، ننثرها كويس تحت الجذور بتاعتها، ولو شجر برضو ينفع. وادي المانجا برضو كنا زرعناها معاكم من البذور، ما شاء الله شايفين وصلت حجمها لإيه. بنجيب شوية برضو ونحطها تحتها كويس. بعد فترة بسيطة، يعني ممكن شهر ولا كده، لو درجة الحرارة مرتفعة، القشر ده بيتحول لسماد عضوي مفيد جدا للنباتات بتاعتنا. أهم حاجة بس ما يكونش فيه أملاح عشان ما يأثرش على التربة، وبالتالي يؤثر على النباتات بتاعتنا. أيضا عندنا الحرنكش اهو، ما شاء الله شايفين بدأ يقعد اهو ما شاء الله. هنحط له برضه في التربة بتاعته تحته القش السوداني، هيحافظ على الرطوبة كويس لأنه بيحتفظ بالماء فيه، وبعد كده وكمان بيقلل نسبة تبخر المية من التربة. الطريقة دي تنفع كتير في فصل الصيف عن فصل الشتاء. أي مسليات عندنا بقى بناخدها وبنحطها للنباتات بتاعتنا. مفيدة جدا. واخيرا الكيميكوات هنحط له القشر بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك. في النهاية اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وشكرا لمتابعتنا، وان شاء الله تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد. لو استفدتم من الفيديو شير للفيديو عشان يوصل للكل والكل يستفيد، وتابعونا ان شاء الله في قناتكم، قناة زراعة بسيطة، تعلم كل حاجة عن الزراعة بسهولة جدا. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.